عايز تطور من لغتك الألمانية؟ جربت طرق كتير وبرضه مش بتعمل حاجة معاك، حاسس نفسك مش بتتطور، حاسس نفسك تايه وعايز تعرف أفضل طريقة عشان تحسن بيها لغتك. تابع معايا الفيديو للآخر ويلا بينا نبدأ. عشان تتعلم اللغة أو تطور من لغتك عندك طريقتين تتعلم بيهم. عندك طريقة اسمها أكتيف وطريقة اسمها باسيف. الباسيف ده ان انت بتسيب نفسك، اللي هو انت مفكر ان انت لو بتقعد تستمع لفيديوهات كتير او بتشوف فيديوهات كتير باللغه الالمانيه ان ده هيطورك شويه. طبعا ده بيحسن لك من مهاره الاستماع، ولكن ده برضه مش شيء اساسي انك تتعلم. لازم تبدا تذاكر بطريقه الاكتيف، ان انت تقعد تحفظ جمل بنفسك تقدر تستخدمها في مواقف مختلفه. تمام؟ لكن بخلاف كده انت مش بتتطور. لو مفكر كمان ان انت لو سافرت المانيا وجيت اتعاملت هنا مع الالمان بشكل يومي ان انت لغتك هتتطور، ده مفهوم خاطئ برضه. لانك هنا بتتعلم بالطريقه الباسيف، ان انت بتستنى ان انت ممكن اي كلمه او اي جمله جديده ممكن تلطش في دماغك وبعد كده تقدر ان انت تستخدمها. بس ده بياخد وقت طويل جدا والعمليه بتكون بطيئه. بروتسيس ان انت تطور فيها من لغتك بتلاقيها ماشيه ببطء جدا. فمش معنى ان انت حتى سافرت وبتتعامل مع الالمان بشكل يومي ان انت لغتك تتحسن لوحدها. المفروض تتعلم بالطريقه الاكتيف، ان انت زي ما قلت تقعد تحفظ جمل تنفعك في مواقف مختلفه، تبقى عارف ان انت في الموقف الفلاني هتقدر ان انت تستخدم الجملتين دول او الثلاث جمل دول. ساعتها فعلا هتبدا ان انت تحسن من لغتك وهتحس بفرق كبير. وطبعا ما تنساش مهاره الاستماع، لان ده بيحسن من الاوشيش بتاعتك، وكمان بيعمل لينك ما بين لسانك وما بين مخك، وبالتالي بيبقى فهمك اسرع للناس اللي بتتكلم قدامك بالالماني، وبتبقى قادر ان انت تدير معاهم الحوار وتبقى قادر ان انت تتكلم بشكل افضل. تابعني عشان تعرف فيديوهات جديده وتشوفني، وتابعني على كل المنصات بتاعتي، هسيب لكم اللينكات في اول تعليق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.